بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي نعمل تفريغ للبيانات الخام في التفريغ التكراري، ثم بعد كده إزاي نعمل الجدول التكراري البسيط، ثم التكرار النسبي والتكرار المئوي. أول حاجة بيقول البيانات الآتية مدينا الناس الحاصلين على الثانوي أو في مرحلة الثانوي والابتدائي والجامعي والدكتوراه وهكذا. فأول حاجة عايز يفرغ البيانات، فأول حاجة هنقول له والله دلوقتي هناخد أول حاجة الدكتوراه، هنشوف كم واحد في الدكتوراه. طيب هنعرف إزاي كم واحد في الدكتوراه والكلام ده كله؟ هنروح جايين على الجدول. أسهل طريقة إن أنا هاجي أول بيان وهشطب عليه ده ثانوي، هشطب عليه وأسجله تحت في العلامات، أحط خط بالشكل ده، يبقى كده واحد ثانوي. أجي القيمة اللي بعدها ابتدائي، أو القيمة اللي بعدها من هنا ثانوي، يبقى أعمل كمان شرطة. القيمة اللي بعدها الدكتوراه، أشطب عليها وأعلم شرط قصد الدكتوراه. القيمة اللي بعدها نكبر الخط شوية، القيمة اللي بعدها ثانوي، يبقى هشطب عليها وأكتب ثانوي. كده بقى عندي 3 ثانوي لحد دلوقتي وواحد دكتوراه. جامعي، أشطب على جامعي وأعلم شرط قصد. بعد كده جامعي تاني، جامعي تالت، يبقى في 3 جامعي ورا بعض، يبقى دي ال3 الجامعي اللي ورا بعض. بعد كده نيجي للصف التاني ابتدائي، ننزل على ابتدائي ونعلم شرطة. ثانوي، نيجي عند الثانوي ونعلم كمان شرطة، احنا كنا 3 بقى 4. جامعي، جامعي شرطة. بعد كده ثانوي، دلوقتي في الثانوي بقى 4 شرط، ال5 بقى بقفل بيهم الحزمة. بعد كده متوسط، متوسط أعلم شرطة. جامعي 2 ورا بعض، وفي واحد تالت عادي ممكن أعلم عليه وأشطب. واحد رابع مفيش مشكلة، أهم حاجة اللي أشطب عليه أعلم، يبقى كده في 4 ورا بعض. وفي واحد كمان خامس، يبقى نعلم حزمة. واحد سادس، يبقى كده في 6. واحد هقفل بيه الحزمة وهعمل حزمة جديدة، أدي 5. طيب بعد كده نيجي على اللي لسه معلمناش عليه ثانوي. في كام واحد ثانوي؟ ممكن كل ما أعلم 5 أشوفهم 1 2 3 4 5، يبقى هعمل حزمة من الثانوي كمان. طيب بعد كده في مين تاني اللي لسه ما اتكتبش؟ في واحد متوسط، هشطب عليه وأعمل متوسط. الصف ده ناقص فيه واحد دكتوراه، يبقى هعمل دكتوراه. بعد كده جامعي 2، 1 2، وفي واحد كمان أدي 3 جامعي، يبقى هعلم 3 جداد جامعي. بعد كده الثانوي باقي، أظن اللي باقي كله فيه كام واحد ثانوي؟ 1 2 3 4 ثانوي، 5 ثانوي، 1 2 3 4 5، وفي واحد ثانوي كمان يبقى 6، وآخر حاجة واحد متوسط، يبقى كده إجمالي المتوسط 3. نيجي بقى نشوف كل واحد. كده احنا الدكتوراه كام واحد؟ 2 متكررين، يبقى كده 2. الجامعي كام واحد؟ في حزمتين، الحزمة بكام؟ الحزمة ب10، والتلاتة الفرط، يبقى 10 و3 يبقى 13. الثانوي كام واحد؟ كام حزمة؟ 3 حزم، يبقى 3 في 5 ب15، وواحد يبقى 16. القيمة اللي بعد كده متوسط 3، يبقى هكتب 3. آخر حاجة ابتدائي 1. بعد كده هجمعهم وأمدهم ل35. تعالوا نشوفهم كده. 2 زائد 13 15، 15 زائد 16 31، زائد 3 34، زائد 1 يبقى الإجمالي 35. يبقى دي ببساطة الجزء اللي احنا عملناه. طيب تعالوا نشوف التمرين اللي زيه بالظبط. بيقول هنا تقديرات كام طالب؟ 10 طلاب. في جيد، ممتاز، متوسط، جيد، متوسط، مقبول، ممتاز، متوسط، جيد، مقبول. هرتبهم الأول. ممكن أبدأ مثلا بالمقبول،
بعد كده الجيد، وبعد كده المتوسط، بعد كده عندنا الجيد، آخر حاجة الممتاز. وهاجي أول علامة، أول حاجة عندنا الجيد، هشطب على الجيد وهعمل شرطة، ده الحل. بعد كده عندنا في مين؟ ممتاز، هشطب على ممتاز وأعمل شرطة. متوسط، هشطب على متوسط وأعمل شرطة. جيد، يبقى هعمل كمان شرطة. متوسط، الشرطة التانية. مقبول، شرطة. ممتاز، يبقى شرطة عندي الممتاز. متوسط، جيد، مقبول. بعد كده هعد التكرارات. المقبول 1، المتوسط 3، الجيد 3، الممتاز 3. نجمع يبقى المجموع 1 زائد 3 4 زائد 3 7 زائد 3 يبقى الإجمالي 10. يبقى كده احنا خلصنا المثال ده. طيب تعال نشوف المثال التاني. بيقول الجدول التالي يوضح عدد أيام غياب 30 طالب في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، والمطلوب هنعمل نفس الكلام بتاع المرة اللي فاتت. هنشوف أول واحد الغياب اللي هو لو عندي غياب بمقدار 0، كام واحد ما غابش؟ 0 يعني ما غابش ولا مرة. هنجيب الصفر 1 2 3 4 5، يبقى هنعمل حزمة من الصفر 4 والأخيرة بنقفلها. بعد كده في الصفر تاني في 1 2 3 4 5، نعمل كمان حزمة. في صفر تاني 1 2، بعمل كمان 2. لو حاجة نسيناها في الآخر كده كده احنا بنشطب على الحاجة اللي بنعملها. طيب نيجي بعد كده على رقم 1. في كام رقم 1؟ أول حاجة دي رقم، أدي 1. ممكن نغير اللون عشان يبقى باين أكتر. بقى دي رقم 1، أدي أول 1 2 3 4 5، بقى كده 5 من رقم 1. هل في تاني واحد؟ في واحد يبقى 6. زي ما بنقول لو افتكرنا حاجة هنقولها في الآخر. طب 2، في كام واحد من رقم 2؟ 1 2 3 4 5، نقفل حزمة 5 من الاتنين. طيب في رقم 2 تاني، تعالوا نشوف في 1 2 كمان مرة يبقى 2. لو في تاني برضو هنقفل هنكمل. تعالوا نشوف رقم 3. رقم 3 في 1 2 3. رقم 4 اللي غاب 4 مرات، 1 2. طب تعالوا نعد كده نشوف في حاجة نسيناها ولا لأ. أول صف أظن كله كتبناه، تاني صف أيضا كتبناه كله. طبعا وأنا بجمع التكرار لازم يطلعوا 30، لو ما طلعوش 30 يبقى أنا نسيت حاجة. تعالوا نشوف أول واحد كام حزمة؟ حزمتين، الحزمة ب5 يبقى 5 زائد 5 10 و2 يبقى 12. الصف التاني اللي هو 1 5 زائد 1 6. الصف التالت حزمة اللي هو رقم 2، حزمة 5 و2 يبقى 7. الصف التالت 3 يبقى 3 فقط. الرابع 2. نجمع 12 زائد 6 18، 18 زائد 7 25، 25 زائد 3 28 زائد 2 30، يبقى المجموع 30 فعلا هو المجموع المطلوب. شوف المثال اللي بعده. البيانات التالية تمثل عدد الأفراد في عينة مكونة من 30 أسرة. طيب هنا بشوف حجم الأسرة. حجم الأسرة هنا بتتكون من فردين، بعد كده الأسرة بتتكون من 3 أفراد، بعد كده أسرة بتتكون من 4 أفراد، بعد كده أسرة بتتكون من 5 أفراد. دول 30 أسرة، يبقى المجموع لازم يطلع 30. طيب
المجموع لازم يطلع 30. طبعا ممكن المفروض طبعا هعمل التكرارات على طول أو نعمل الجدول التكراري البسيط بنفس الكلام. هنشوف الاتنين، هنشوف الاتنين متكررة كم مرة. هنا 2 1 2 كمان مرة 3 4 5. هنقفل حزمة. بعد كده التلاتة متكررة مرة، ممكن نعمل حتى شرطة في المكان اللي هي فيه عشان تبقى واضحة. مرة 2 3 4 5. يبقى حزمة من التلاتة. هنشوف الأربعة مرة 2 3 4 5. يبقى حزمة من الأربعة. يبقى دي اللي هي العلامات. وآخر خانة هنا نخليها اللي هو إيه عدد الأسر أو التكرارات. هننقلها هنا عدد الأسر أو التكرارات. طيب نيجي عند العلامات الاتنين كتبناها. بعد كده نشوف الخمسة أدي 1 2 3 4 5. هل في حاجة نسيناها؟ أظن لسه فاضل تاني. طيب تعالوا نمشي عليهم صف صف عشان ما ننساش حاجة. أول حاجة اللي أنا معلم، الخانة اللي أنا معلم عليها، يبقى إحنا كده خدناها. أظن أول صف كله ما عدا آخر عنصر اللي هو كان كام؟ 5. يبقى دي 1 وفي 5 تانية أهي 2 3. في 3 من ال5 يبقى نزود كمان 3. طيب الأربعة في كام واحدة تاني؟ 1 2 3 4 5. في حزمة كاملة من الأربعة. في أرقام نسيناها. التلاتة هنا ما كتبناهاش والتلاتة هنا. يبقى في 2 من التلاتة. طيب تعالوا نشوف كده في حاجة تانية. الصف التاني أظن كله اتكتب بالكامل. طيب تعالوا نشوف بقى عدد الأسر. أول حاجة حزمة يبقى ب5. التانية حزمة زائد 2 يبقى 5 زائد 2 يكون 7. بعدها حزمة ب5 و5 يبقى 10. بعدها حزمة ب5 و3 يبقى 8. شوف المجموع 5 زائد 7 12 زائد 10 22 زائد 8 يبقى 30. يبقى فعلا العدد مظبوط. يبقى احنا كده الحل بتاعنا مظبوط. طيب تعالوا نشوف تاني مرة العرض الجدولي للبيانات الكمية أو المتصلة. لما البيانات تكون قريبة من بعضها بنمر ب3 خطوات. أول حاجة تحديد المدى المطلق اللي هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. تاني حاجة بنحدد عدد الفترات، وساعات بيبقى مديهالي في السؤال. تالت حاجة بنحدد طول الفئة اللي هو المدى مقسوما على عدد الفئات. طيب تعال نشوف السؤال. أول سؤال معانا. الجدول التالي يبين الأجور اليومية بالريال لعينة مكونة من 50 عامل في مصنع. أول حاجة عايزين نجيب المدى اللي هو أكبر قيمة. لو جينا نشوف أكبر قيمة هنا ندور مع بعض. في أكبر قيمة كام؟ 61. لأ ده في أكبر اللي هي 72. بندور عليها. في أكبر من 72. 72 في أكبر ولا لأ؟ لو هي طبعا أكبر هناخد ده في 79. أظن أكبر حاجة هنا 79. طب وأصغر حاجة 10. أظن مفيش أصغر من 10. يبقى أكبر قيمة 79 ناقص 10. يبقى المدى بيساوي كام؟ هطرح 79 ناقص 10 هيكون بكام؟ تعالوا نشوف كده. تسعة وسبعين ناقص 10 .
يبقى هنقول له هنا 79 زي ما اتفقنا. بس هنغير 79 ناقص 10 يبقى الناتج 69. يبقى ده المدى. يبقى المدى أكبر قيمة، 79 دي اللي هي أكبر قيمة، وال10 دي اللي هي أصغر قيمة. شفنا الفرق بينهم طلع 69. يبقى ده المدى. تاني حاجة بنحدد عدد الفترات، وهنا محددهولي 7 وليكن 7. احنا قلنا من 5 ل7 أو ل8 زي الأرقام اللي كانت موجودة فوق. طيب تالت حاجة بنحدد ال H اللي هو عبارة عن مين؟ R على K. R اللي هو المدى الرينج اللي عندي، يبقى 69 على عدد الفترات اللي هو K اللي هو بكام؟ اللي هو ب7. لو جينا قسمنا هنتلاقي الناتج 9.86 يبقى 9.86. طيب 9.86 بنقربه تقريب. ليه بقى؟ بنقربه للأكبر مش للأصغر، يبقى بيساوي تقريبا 10. ما نقربوش للأصغر، حتى لو كان مثلا 9.25 برضه نقربه للأكبر علشان يشمل الجميع. طيب بعد لما حددنا هنبدأ نكون الجدول. احنا قلنا أصغر قيمة كانت معانا كام؟ 10. يبقى هبدأ من 10. من 10 إلى كام؟ طيب عشان أعرف من 10 إلى كام هنشوف الكي. الكي كانت ب10، دي اللي هي إيه؟ اللي هي عدد الفترات. طيب طول الفئة كان بكام؟ ب10. يبقى إذا كل فئة طولها 10. طب أنا بدأت بال10 بطول 10 يبقى من 10 ل20، بطول 10 كمان يبقى من 20 ل30. طب إيه هي الشرط دي؟ هو دي معناها من 10 لحد قبل ال20. أول ما أوصل لرقم 20 يبقى في الفئة الجديدة. هنا من 30 لحد كام؟ 40. من 40 لحد 50. من 50 لحد 60. من 60 لحد كام؟ آخر واحدة من 70 إلى آخر واحدة بقى بنكتب الرقم لأن مفيش تاني، إلى 80. نلاحظ إن أول واحدة لازم تشمل أصغر قيمة. فعلا من 10 إلى يبقى أصغر قيمة موجودة، وآخر واحدة كانت أكبر قيمة كانت بكام؟ كانت ب69 79. آخر واحدة موجودة من 70 ل80. أيوه موجود. طيب بعد كده هنعمل إيه؟ هنعمل العلامات زي ما كنا بنعملها زمان، فاكرينها ولا لأ؟ تعالوا نشوف إيه اللي نسيها نحاول نفكر بعض بيها تاني. أول حاجة هنشوف 10، بس هنا بقى إيه هتختلف شوية. هشطب على 10. 10 تدخل من 10 لحد 20 يبقى هعمل شرطة. 21 محصورة بين مين ومين؟ بين 20 دي كأن قلنا من 20 لقبل ال30 يبقى هنا. 46 و43 موجودين من 40 ل50. 75 موجودة من كام؟ من 70 ل80 اللي هي آخر واحدة. بعد كده كام؟ 55 موجودة من 50 ل60. 40 موجودة من طب 40 ده احطها من 30 ل40 ولا من 40 ل50؟ لا، هنا بتبدأ من 40 اللي فوق يبقى آخرها 39. طيب اللي بعدها 36 تبقى موجودة من 30 إلى. طيب من 47 يبقى من 40 إلى. 53 يبقى من 50 إلى. 32 يبقى من 30 إلى. 66 يبقى من 60 إلى. 56 يبقى من 50. بعد كده كام؟ 46. هنا بقى نقفل الحسبة. بعد كده 35 يبقى من 30.
40 2 في الأربعينات هيبقى 2 جداد. بعد كده معانا كام؟ 52 يبقى في الخمسينات، وهكذا. طبعا 40 30 يبقى ده 40 41 31. بعد كده كام؟ 60 60 60. ممكن أجمع كل اللي في الستينات، يبقى في 1 2 3 في الستين، في تاني في الستين 4 في الستين. وطبعا زي ما قلنا اللي بننساه بنكتبه في الآخر. 4 في الستين، وكان عندي 1 يبقى 1 2 3، والرابع هيقفل يبقى كده 5. طيب نيجي بعد كده، ده 20. في حاجة تاني في ال20، أدي 1 2 3 4. 4 في ال20، أظن مفيش غير ال4 دول، ولو حاجة افتكرناها في الآخر هنكتبها. طيب بعد كده 50. في حاجة تاني في ال50، 2 في 50، يبقى دي 1 2. زي ما قلنا لو افتكرنا حاجة في الآخر بنكتبها. طيب 70. في 1 في ال70 هنا، وواحد كان في ال70، يبقى في 2 من 70 ل80، وكان واحدة دي يبقوا 3. 40. 1 2 3 4 5 6 موجودين في ال40، وكمان واحد 7 موجودين في ال40. 7 يبقى دي كان 3 كده، بقى عملنا 2، فاضل 5. 1 2 3 4 5. 31. وادي في ال30 1 2 3 4 5 في ال30. بقى دي 1 1 2 3 4. طيب في ايه تاني عندنا؟ في 37. الارقام اللي فوق دي نسيناها، يبقى ال30 هتقفل هنا. وهنا 15. 15 هتبقى من 10، هتبدأ من 10. 57. في هنا 57، وفي هنا 51، يبقى 2 في الخمسينات كمان. في حاجة تانية، في 1 في العشرينات، يبقى في 1 في العشرينات، وواحد 18 يبقى يتحط هنا. أظن كده اكتملوا بالكامل. طيب هتأكد برضو إن اكتملوا، كده كله مشطوب عليه. يبقى كده من 10 في 3، هنا 5 اللي هي حزمة زائد 1 يبقى 6، اللي بعدها حزمتين بيبقى 10، اللي بعدها 3 حزم يبقى ب15، اللي بعدها حزمة ب5 زائد 3 يكون 8، اللي بعدها من 60 إلى يبقى 6 هيبقى 5 عشان حزمة كاملة، اللي بعدها 3 شرط بتكون 3. طيب نيجي بقى، يعني إيه كلمة مركز الفئة؟ مركز الفئة يعني بداية الفئة زائد نهايتها على الاتنين. القانون مكتوب تحت هنا. مركز الفئة الحد الأدنى زائد الحد الأعلى مقسوم على الاتنين. يعني إيه الكلام ده؟ هنوضح في أول واحدة والباقي هيمشي زيها. أول واحدة من 10، مركز الفئة قلنا هنا كأنها ال20، صح ولا لأ؟ يبقى هنقول له إيه؟ مركز الفئة هيكون من 10، هنقول له 10 زائد 20 مقسوما على كام؟ على الاتنين. 10 زائد 20 بيساوي 30. 30 على الاتنين فيها كام؟ 15. اللي بعدها من 20 ل30 هتبقى 20 زائد 30 على الاتنين هتبقى 50 على الاتنين فيها 25. اللي بعدها من 30 ل40 يبقى 30 زائد 40 مقسوم على الاتنين تبقى 70 على الاتنين 35. هنلاحظ ان المراكز الفئات الفرق بين كل واحدة والتانية 10، نفس الفرق اللي هنا. مش هنا كان من 10 ل20، هنا 10 20 30. زي ما هنا كانت ماشية 10 فروق 10، هنا برضو هتمشي فروق 10. فاحنا خلاص مادام حسبنا اول واحدة يبقى خلاص 15 25 35 45 55 65 65.
طبعا مع الملاحظة ان اخر فترة بتتكتب زي ما هي. طب المجموع هنا احنا نسينا طبعا نجمعهم. 3 زائد 6 9، 9 زائد 10 19، 19 زائد 15 يبقى 24، 34، 34 زائد 8 يكون 42، وخمسة يبقى 47، وتلاتة يبقى المجموع 50. هو فعلا المجموع اللي كان عطره. طيب يبقى كده احنا خلصنا الجزء ده. طب بعد كده عايز حاجة اسمها التكرار النسبي والتكرار المئوي. يعني ايه التكرار النسبي؟ تعالوا نشوف. هو طبعا هنحله على نفس السؤال اللي فات، نفس القيم اللي احنا كنا جايبينها هنا. هنزود الجدول خانتين، خانة اللي هي التكرار النسبي وخانة اللي هي التكرار الايه المئوي. طيب اول حاجة عندي التكرار النسبي هو عبارة عن ايه؟ تكرار الفئة مقسوما على مجموع التكرارات. يعني ايه؟ تكرار الفئة الاولى بكام؟ ب3، هقسمه على مجموع التكرارات اللي هو 50. هحسب 3 على مقسومة على 50 بتساوي كام؟ 3 مقسومة على 50، والناتج يعني هنجيبه بالتقريب هيبقى 0.06، يبقى 6 من 100. الخانة اللي بعدها هقول له التكرار كان كام؟ 6 مقسوما على 50، 6 على 50 هيطلع الناتج ب0 علامة 0 أو 0 علامة 1 2. الخانة اللي بعدها نفس الكلام، هقسم 10 على 50 هتطلع 0 علامة 20 من 100. الخانة اللي بعدها هقسم 15 على 50 هتكون 30 من 100. اللي بعدها 8 مقسومة على 50، طبعا اتأكدوا طبعا من القيم دي تاني، تطلع بعلامة 16 من 100. الخانة اللي بعدها هقسم كام؟ 5 مقسومة على 50 هتطلع طبعا دي واضحة 10 من 100. آخر خانة 3 مقسومة على 50 هتكون علامة 6 من 100. طيب لو جينا جمعنا مجموع التكرار النسبي، يعني هنجمع ايه؟ هنجمع 6 من 100 و12 من 100 يبقى 18 من 100. 18 من 100 زائد 20 من 100 يبقى كام؟ 8 38 من 100. 38 و30 يبقى 68. 68 و10 يبقى 8 وكام؟ و70. 78 قول 78 وواحد يبقى الواحد ده كأنه 10. 78 88 88 وهنا 6 و6 12 يبقى الناتج 88 و12 هيكون 100 من 100 يعني 1. المجموع دايما هنا بيطلع 1، يبقى ده دائما بيكون 1. طيب التكرار المئوي هو ايه؟ تكرار الفئة في مجموع التكرارات على 100. يعني ايه؟ زي اللي فاتت بالظبط، هنا تكرار الفئة على مجموع التكرارات، بس الفكرة بضرب في 100. لو انت حاصل على التكرار النسبي اضربه في 100 مباشرة، يبقى اما تيجي تضرب ده في 100 هيدي لك كام؟ 6 من 100 مضروب في 100 يدينا 6. يعني كأنك بتحرك العلامة رقمين، هنا 12 من 100 تبقى 12 بس في المية، 20 من 100 يبقى 20 في المية، 30 من 100 يبقى 30 في المية، 16 من 100 يبقى 16 في المية، 10 في المية، 6 في المية. طب المجموع زي ما ده ادانا 1 ده هيدينا 100 في المية، وده دايما ايضا بيكون 100 في المية. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول فيما يلي مجموع 39 طالب، يعني جايبهم 39 ناقص ايه؟ 1 على 40، مش عارف يعني حبكت على الواحد ده. المهم اول حاجة حدد المتغير ومدروسه، المتغير المدروس ونوعه. تاني حاجة كون جدول تكراري للبيانات السابقة.
طيب تعالوا نشوف تكوين الجدول التكراري. وهنا محدد لي عدد الفئات. طيب هناك كان عدد الفئات 6، هنا هتكون كام؟ عدد الفئات كان 7، هنا هيبقى 6 بقى خلاص. يبقى هنا عدد الفئات مديهولي ب6، مش هنقول له بقى 7 ولا الكلام ده، لا هو عايز 6 نخليها له 6. طيب أول حاجة هنحسب المدى. لو نفتكر المدى كان أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، يبقى المدى، يبقى ده بداية الحل. أول حاجة هنحسب له المدى اللي هو إيه؟ أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. أكبر قيمة في القيم دي لو جينا نشوفها هندور عليها، هي مكتوبة طبعا بخط صغير بس هندور هنلاقي فيه 17، في 19 هنلاقي أكبر قيمة. طيب أصغر قيمة بكام؟ أكبر قيمة ب19 ناقص أصغر قيمة هي 2. طيب هو ده كان بيوضح إيه؟ كان بيوضح اختبارات يعني ناتج الطلبة في اختبار الإحصاء اللي هو مادة الإحصاء دي. يبقى 19 ناقص 2 الناتج كام؟ 17. يبقى 17 ده هو المدى. عدد الفئات هو محددها لي ب6. طول الفئة هنقسم كام زي ما اتفقنا؟ المدى اللي هو 17 على الاتنين، وهنحسبها على الآلة الحاسبة هتطلع 2,83. طبعا زي ما اتفقنا بنقرب لمين؟ للأكبر. 2,83 من 100 هتبقى 3. طيب طول الفئة ب3. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. طول الفئة ب3، تعالوا نكون. هنجيب بس صورة من الجدول اللي فوق تاني علشان تكون واضحة معانا، ان طبعا القيم كتير. والقيمة زي ما قلنا اللي هنكتبها هنشطب عليها. نكبر الخط شوية. طيب أول قيمة عندنا، أول حاجة هبدأ من كام؟ ده السؤال. أصغر قيمة زي ما اتفقنا كام؟ 2. يبقى أنا هبدأ من 2. يبقى الفئات اللي عندي أو درجات الطلاب هبدأ من 2. طيب من 2 لكام؟ واحنا اتفقنا ان طول الفئة طلع 3، يبقى هبدأ من 2 ل5. من 5 لكام؟ زود 3 لأن طول الفئة ب3، يبقى من 8. من 8 لكام؟ الفئة اللي بعدها، يبقى 8 زائد 3 يبقى من 11. 11 لكام؟ 14، يبقى بزود كام؟ 3. طيب اللي بعدها من 14 لكام؟ يبقى 17. من 17 آخر حاجة تبقى من كام؟ من 17 طبعا ل20. طيب نلاحظ دول 6 فئات، 1 2 3 4 5 6 اللي كان طالب ده أول فئة من 2 ل5 تحتوي على أصغر قيمة اللي هي كام؟ اللي هي 2، مش كده ولا لأ؟ يبقى تحتوي على أصغر قيمة. طيب آخر فئة من 17 ل20 بتحتوي على 19 اللي هي أكبر قيمة. يبقى هنا تحتوي على أكبر قيمة. أصغر قيمة كانت 2، وهنا تحتوي على أكبر قيمة اللي هي كام؟ اللي هي زي ما قلنا 19. طيب وبعدين تعالوا نشوف نفس الكلام بقى اللي احنا هنعمله. هنشوف رقم 7 بيقع من كام؟ هنشطب على رقم 7، أو ممكن نعلم في الخانة اللي فيها الجدول عشان بس ما الأرقام تبان في الآخر. رقم 7 موجود من كام لكام؟ من 2. دي من 2 ل5 لا مش موجود، أو من 2 نقدر نقول ل4. هنا من 5 لحد قبل 8 يبقى موجودة هنا. فهنعمل في العلامات، هنعمل ايه؟ خانة هنا في العلامات. طيب بعد كده هنقول له ايه؟ من اللي بعد كده الاتنين هتبقى في اول خانة. ال5 هتبقى في الخانة الكام؟ هتبقى في الخانة الاولى التانية. 7 في الخانة اللي هي من 5 ل7. بعد كده 10 موجودة من 8 ل11،
أو من 8 نقدر نقول لحد قبل 11، يعني من 8، يعني الخانة دي عشان نبقى واضحين، الخانة من 2 دي كأنها بتاخد كام؟ 2 و3 و4. تمام كده، خط خلي بالك بخط صغير. من 5 ل8 دي كأنها بتاخد كام؟ 5 و6 و7. تمام كده، دي طبعا ايه حاجة توضيحية ما بتتكتبش في الحل. من 8 ل9، من 8 ل11 تاخد 8 و9 و10. طب ال11 تدخل في الخانة اللي بعدها، الخانة اللي بعدها تاخد كام؟ تاخد 11 و12 و13. تمام كده، اللي بعدها تاخد 14 و15 و16 وهكذا. آخر واحدة تاخد كام بقى؟ 17 18 19، ولو في 20 تاخدها، بس مفيش 20 في المسألة، لكن لو في 20 هتاخدها. طيب هنكمل بعد كده من 9. التسعة زي ما قلنا الخانة اللي فيها التسعة اللي هي التانية، ال14 الخانة اللي فيها 14 اللي هي الخانة دي. بعد كده 11 يبقى دي الخانة اللي فيها 11. 7 موجودة هنا. 11 موجودة هنا. 19 موجودة في الخانة الأخيرة. 9 وهكذا. طبعا يعني حليتم فأنتوا هتكملوها هتطلع كام؟ أول خانة فيها 4 علامات. الخانة التانية هنقفل الحزمة وهتبقى فيها 7. اللي بعدها هتبقى من 8 إلى هتبقى فيها حزمة هتبقى كاملة وإضافة 4. اللي بعدها تبقى من 11 إلى هتبقى حزمتين وواحدة. اللي بعدها هتبقى 4 حزم، 4 وواحدة، تبقى آخر واحدة هتكون 3 أرقام. طيب بعد كده هنقول التكرار. احنا طبعا فاضل لنا التكرار، وبعدها هنجيب التكرار الايه، مركز الفئات. طيب ده التكرار. العلامات دي 3، التكرار هيبقى 3. هنا حزمة و2 يبقى 7. هنا هيكون حزمة زائد 4 يبقى 9. حزمة زائد 1. لا دي هتطلع، معلش دي هتطلع 10. هنا حزمة زائد 1 يبقى دي هتكون دي من 11 إلى هتكون بالشكل ده. فدي هتكون 11. طبعا هتتأكدوا من القيم دي. دي هتكون 5. اللي بعدها هتكون 3. هنا هنشوف المجموع، هنيجي نجمع 3 زائد 7 10، 10 زائد 10 20، و11 يبقى 31، 36 و3 يبقى 39، اللي هو المجموع اللي كان من دول. بعد كده هنشوف مركز الفئات. مركز الفئات زي ما اتفقنا البداية زائد النهاية، بدايتها هنا 2 زائد النهاية 5 على 2. 2 زائد 5 ب7 على 2 تساوي 3.5، يبقى أول فئة مركزها 3.5. تاني فئة زي ما بنقول 5 زائد 8 على 2. 5 زائد 8 على 2. 5 زائد 8 يبقى 13 على 2 بتساوي 6.5. زي ما اتفقنا بنزود كام؟ 3. يبقى اللي بعدها تبقى كام؟ 6.5 يبقى 9.5، و3 يبقى 12.5، زائد 3 يكون 15.5، زائد 3 18.5. دي آخر قيمة. طيب بعد كده هنحسب مين؟ التكرار النسبي. التكرار النسبي بيساوي التكرار 3 على المجموع الكلي. المجموع الكلي كان بكام؟ ب39، يبقى 3 على 39. وهنقرب الناتج هيساوي بالتقريب 0.8. التانية هيساوي بالتقريب نفس الكلام، هقسم 7 على 39 هيطلع بالتقريب 0.18. اللي بعدها هيطلع نفس الكلام، هنقسم 10 على 39 تطلع 0.26. اللي بعدها 11 على 39 0.28. بعدها 5 على 39 0.13.
اللي بعدها تطلع 0.07. هنجمع بقى التكرار النسبي، لازم يطلع زي ما اتفقنا كام؟ 1. التكرار بعد كده المئوي زي التكرار النسبي لكن نسبة مئوية فيتضرب في 100، فدي تطلع 8 من 100 على طول، يبقى 8%، 18%، 26%، 28%، 13%، بعد كده 7%. المجموع لازم يكون كام؟ 100%. كده نبقى خلصنا الجزء ده.